فردا على حملة إن المصري مصري والمصري مش عربي، اسمها جمهورية مصر العربية، والمصريين عرب من العرب والعرب منا، من الآخر، والأراضي المحتلة أراضي عربية. ركز في الكلام. من فترة كنت بتكلم في فيديو عن الشرقية وإن هي بلد الخيل العربي الأصيل في مصر وكده، يعني لقيت كومنت بيقول الخيل المصري الأصيل، مفيش حاجة اسمها خيل عربي أصيل. انا كنت بفكر واحد عادي يعني مصطبح وطلبت معاه يزاولنا ويزاول نفسه، بس اكتشفت ان الموضوع منتشر، ان المصريين مصريين مش عرب. قعدت ادور في الموضوع، ايه القصة، ايه الحوار، واتضح ان الموضوع ترند جديد بدأ من كذا دولة عربية كده. قال لك احنا مش عرب، احنا امازيغ. بعدهم دولة تانية قالت واحنا مش عرب، احنا معرفش ايه. بالنسبة لي اي حد بينتصر للعرق او للقومية ويفضل يثبت انه هو اللي مفيش منه في جيله وسنه وكده، يعني اي حد ينتمي للقبلية وان احنا مفيش زينا واحنا اساس العالم واحنا اسياد العالم. الناس دي عموما على شكل مصغر، الناس اللي بتتدارى في العائلات ويقول لك انا من عيلة فلان، لحد الدول والشعوب اللي بيقول لك احنا الشعب اللي مفيش منه. الناس دي كلها بشوفها في الفاضي، يعني فاهمين؟ بشوف ان دي سهلة مش سهلة، لان انت لو لاقي تقدير من اللي حواليك مش هتدور على حاجة وهمية في دماغك، اتعلي من قيمتك قدام نفسك وقدام الناس. ففكرة ان في موضة طالعة ان المصريين يثبتوا انهم مصريين، دي حاجة تشكك ان في حاجة غلط. يعني ايه الفكرة ان انا طالع اقول انا مصري وانا فرعوني وانا اساس العالم واحنا اسياد؟ ايوه يعني مين شدك من هدومك عشان تعمل كده؟ يعني اللي بدأ القصة دي شوية شباب مثلا متغربين وشايفين سمعة العرب بره زي الزفت ودي حقيقة، فحبوا يخلعوا من الموضوع، قال لك احنا مش عرب. ممكن، يعني وارد، لان انا بلاحظ ان في ناس كتير بدأت الموضوع ده فعلا هم عايشين بره. ولا ده مخطط بقى وطرف تالت، والشغل الافلام الكرتون اللي اتربينا عليه ان دايما اي حاجه فيها طرف تالت. طيب بغض النظر على الاسباب، الموضوع ده ايه الفايده منه؟ يعني السحله بنت الوسخه دي في الاخر النتيجه منها ايه؟ انت دلوقتي كمصري بقيت مصري فرعوني توت عنخ مأمون ابن خالة احمس. يا اخي احمس استفدت يعني ايه؟ انت استفدت ايه؟ وعشان الفكره توصل، انا مش ضد احنا مين وطلعنا فين والتاريخ والحضاره والكلام ده، انا ضد ان احنا شعب بقى بيركب الهوا. يعني حوالي 1000 كومنت انا مصري، بس انا مصري مش عربي. وايام برضو قصه الافرو معرفش ايه دي، كان يقول لك احنا المصريين ما فيناش سمر، وفجأة كلنا جلبنا اتراك كده ولا جلبنا من الدول الاسكندنافية ما فيناش واحد اسمر. يعني الموضوع مش بس ده هيدخل معانا في عنصرية، الموضوع هيدخل معانا في الحاد، احنا هنرجع نعبد فخار. يعني لما الاقي الاعلام كله يقول لك اخناتون بيحرس معبده بنفسه، وجايبين لك الراجل الحارس شبه اخناتون، طب فين الصدفة الرهيبة اللي تستدعي الاستغراب؟ يعني ليه المصري بيحاول يثبت انه مصري؟ ما كده في حاجه غلط. الراجل مصري واخناتون ده مصري، فطبيعي جده بالعاميه كده جده وجدك وجدي. ايه الغريب في الراجل وايه الغريب في اخناتون؟ الراجل مناخيره طويله اهي، اطول من دي، عوجه اعوج من دي، حاله مايل اميل من ده، مصري زينا كلنا. بس ليه بقى لا لازم نكبر الدور؟ والراجل طالع يقول له طب انت ما حصلش تواصل روحي بينك وبين اخناتون؟ اسمعوا قال ايه. لمست ولاحظت في عشق الأخناتون إن أنا متحول بصورة مستمرة إني أكون إني شكله. تحول فعلا وانت فرعون وحاكم الاسره الكحيانه وبتطرطر ذهب. القصه دي يا عم الحاج تقولها لزباين، تقولها لاجانب، انت بتقولها لنا احنا مصريين احنا هنصدق؟ أنا طب دي جينات وراثية ولا عشق ولا ممكن الاختلاط الروحي يكون اتواصل للشكل المتقارب اللي ما بينه وما بين عظمة الملك أخناتون. اوه ماي جاد، تواصل روحي يا عم الحاج. القصه دي تقولها لحته بيت فرنسويه ولا مكنه ايطاليه؟ انت تقول لنا احنا الكلام ده تواصل روحي يا عم الحاج؟ اكبر للناس، صلى على النبي. انت هتلحد والقضيه هتعرش اللي انت بتقوله ده. أنا معشق أخناتون من طفولتي. حلمت بيه يعني ما كلمكش؟ جالك مرة حسيت ان هو بيكلمك وانت بتكلمه؟ دي يا أستاذ أحمد ممكن تكون أسرار روحانية. الإفصاح عنها مش ما يبقى بالكلام برضو. إني مهما وصفت ومهما مم. اقتبست أمور أنا عشتها معاه. مش عادي، حقك. ما هو المصري ما يقولش ما اعرفش، وانا لو مكانك هحور بصراحه. قصه من لا قصه، تواصل روحي طب بذمتك انت لو انت فرعون واحنا الجيل الحالي دي قرايبك هترضى تتواصل معاه؟ يعني لو لغينا كل القوانين اللي في الدنيا بما فيهم الدين ومشينا على دماغك، دي جيل انت تتواصل معاه؟ يا اخي يا اخي اكبر للناس، مش كده عيب؟ عيب يا بلدينا، انت راجل كبير. يعني الكلام ده قوله للزباين واحنا قلنا هنقول امين وحصل وشفنا وكليوباترا كان بايته عنده والكلام ده، لكن الكلام ده انت ما تقولوش لنا احنا.
مش هقدر اوصل. انا مم. انا معشق اخناتون الانسان. وانا اعشق كليوباترا الدخان وفليكس الفقدان. يا عم الحاج اللي انت بتقوله ده يعني كلام مش منطقي ولا يدخل عقل. حتى عارف، حتى الاجانب اللي انتوا بتقولوا من القصص دي اوكي هو بيريح دماغه، لكن هو لو دخل الكلام على فلتر العقل مش هيعدي الناحية التانية. فرعون ايه اللي بتوصل معاك ده؟ فرعون فاضي ده. يعني فرعون لو عنده القدرة انه يتواصل فعلا، الفراعنة دول يبقوا مش بشر يا عم، هنعتبرهم آلهة. ما انتوا خلاص كبرتوا الدور على الآخر وفاضيين يتواصلوا معانا. لا ما اعتقدش، مش داخلة دماغي، ما اشتريتش.